تعرف شو؟ بتمنى يصير معي حدا عشان أعمل عملية تجميل وأتخلص من التنمر. بسرق من أبوي فلوس عشان بحس إنه مش محتاجهم وحارمني منها. أنا شاب خلوق ومربى ورزقني الله حب الناس، بس أنا مدمن إباحية وهذا بيقرفني بحالي وبحس إني ما بستاهل حب الناس. حد قريب مني انتحر وأنا كنت أعرف إنه رح ينتحر، يعني تلمح لي الموضوع وفكرته مزح، بعدين صار الموضوع جد وما حد بيعرف إنه حكالي هيك، وهذا أكبر ندم بحياتي إنه ما قدرت أوقفها أو أحكي. خايفة كتير، خايفة ننقصف بالصواريخ، إنه بنت لسه ما كملت 15 سنة تسمع عن أخبار القصف. أصعب شعور. أنا عم بكتب وببكي، بدي حد يجي ويسفرنا لأي بلد. مش قادرة أستحمل الخوف. تعرف شو؟ بتمنى يصير معي حدا عشان أعمل عملية تجميل وأتخلص من التنمر. حبيت حد مستحيل أكون معه لأنه أبوه قتل سيدي بالزمانات. أنا فلسطيني من أحد المدن بالضفة الغربية. بأحد الأيام فات على المدينة مدرع للاحتلال وكان في مواجهات بالمدينة. جيش الاحتلال لما بده يفوت دورية على المدن ما بفوت يهودي من الجيش، بفوت مرتزقة من أثيوبيا اللي أجى على الجيش مش عارفين مين بيحاربه. المهم كالعادة الفلسطينيين لما بدهم يواجهوا دوريات بالاحتلال بواجهوا بالإحجار وبالمولوتوف، فأنا نزلت على المواجهات وجبت مية نار معي، حرقت جندي من المرتزقة. لما رميتها عليه وقتها سمعته بيحكي لا إله إلا الله. من الألم سألت عن القصة، كيف يهودي يحكي هيك؟ ووقتها تعرفت على المرتزقة وكيف حياتهم بالظلم، بس لهسه مش عارف شو أحس، بالندم ولا بالفخر. بسرق من أبوي فلوس عشان بحس إنه مش محتاجهم وحارمني منها. أنا شاب خلوق ومربى ورزقني الله حب الناس، بس أنا مدمن إباحية وهذا بيقرفني بحالي وبحس إني ما بستاهل حب الناس. حبيت حد مستحيل أكون معه لأنه أبوه قتل سيدي بالزمانات. حد قريب مني انتحر وأنا كنت أعرف إنه رح ينتحر، يعني تلمح لي الموضوع وفكرته مزح، بعدين صار الموضوع جد وما حد بيعرف إنه حكالي هيك، وهذا أكبر ندم بحياتي إنه ما قدرت أوقفها أو أحكي.